اترك ما لا يعنيك، فالحياة قصيرة. اترك ما لا يعنيك يطمئن قلبك ويحسن إسلامك. اترك ما لا يعنيك وتقرب إلى الله عز وجل بعمل الصالحات والطاعات، فهذا الذي ينفعك في قبرك، والله هذا الذي ينفعك في قبرك وآخرتك يا عبد الله. أجل عليك بعمل الصالحات، رتل قرآنه، راجع حفظه، اشرح حديثه، اقرأ كتابه، بالوالدة، صل رحمه، ساعد محتاجه، اطعم مسكينه، اكفل يتيمه، اكرم ضيفه، زر جاره، عد مريضه، صل نافله، صم يومه، قل دعاءه، انشر خيره، احضر درسه، الزم شيخه، انصر مظلومه، اغث ملهوفه، اعن عاجزه، اتبع الجنائز، واسي مبتلاه، واسق عطشانه، وأمط عن الطريق أذى. هكذا تقلب في هذه الدنيا القصيرة في طاعات الله، واترك ما لا يعنيك. اترك الناس لرب الناس، اترك ما لا يعنيك. ومع ذلك يا أخي المسلم، لا تنس نصيبك من الدنيا، اتقن صنعه، احضر دوره، احرز شهاده، حصل موهبة، حسن خطة، اكتب مقالة، طور موهبة، تعلم لغة، افعل هذا. لا تنس نصيبك من الدنيا. وتذكر قول الله عز وجل حينما قال: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.